أهلا بيكم. أنا سامية علوبة وحابة النهاردة أكلمكم عن أهمية العلاقات الاجتماعية والزوجية والأبوية في عصرنا ده. يوم بعد يوم الضغوط النفسية بتزيد بشكل واضح جدا، وبيبان الآثار السلبية الكبيرة اللي بتبقى ناتجة عن ضعف العلاقات الاجتماعية أو عدم تواجدها أصلا. الخوف، عندنا كلنا خوف، يا ترى هتقوم حرب عالمية قريب ولا إيه؟ وعندنا قلق على مستقبل ولادنا، مستقبلنا. عندنا قلق عن الاقتصاد بتاعنا اللي متأثر، الاقتصاد العالمي هيتأثر قد ايه، والميزانية الشخصية بتاعتنا هتتأثر قد ايه. يا ترى هنكفي متطلباتنا ازاي من تعليم الأولاد، من المعيشة، من تغطية كل الأساسيات لأي عيشة كريمة. الظروف دي محتاجة مساندة، تضحية، كرم، ومش كرم مادي بس، كرم معنوي، كرم في المشاعر وإظهار المشاعر. فين أيام زمان لما كنا كل أسبوع العيلة كلها بتتجمع في بيت الأجداد، وبنقابل ولاد العم ولاد الخلان، والأطفال كلهم يلعبوا مع بعض والكبار يتكلموا مع بعض، وناكل كلنا مع بعض في نفس الأوضة. طبعا قلة ده له كذا سبب، من ضمنهم تفكك العيلة في الأيام الحالية دي، إنه كل عيلة تقريبا، مش هقول كل عيلة، عائلات كتير بيبقى فيها الأولاد اللي راح يدرس في بلد تانية، اللي راح يشتغل ويعيش في بلد تانية، فبقت العيلة مش موجودة في نفس المكان. ده غير إنه الظروف برضو، معظم الستات والرجالة بقوا يشتغلوا الاتنين، فبقى وقتهم قليل إنهم يقدروا يعملوا مجهود كبير ويلموا عيلة كبيرة وناس كتير في نفس الوقت. بس الظروف دي ممكن الواحد يحلها بطريقة إنه أفراد العيلة يصمموا على التواصل الدائم، اتفقوا انه مثلا على الاقل مره في الشهر هيجتمعوا، ومش يبقى العبء على شخص واحد بس، كل فرد رايح ياخد معاه طبق ويجتمعوا يمضوا برضو اليوم مع بعض. حاجة تانية، مش ضروري يبقى كل مرة أكل، ممكن قوي تبقى بس بعد الأكل اجتماع. مهم المقابلة، مهم تبادل الآراء، تبادل الأخبار، الأفكار، وممكن قوي كمان الناس تتقابل تلعب ألعاب مسلية، ده بيغير من المعنويات برضو. كل مرة ممكن يبقى في بيت مختلف. أنا شخصيا ابتديت الحكاية دي من فترة، لأنه حسيت إنه العيلة ما بقتش أعرف ولاد عمامي نفسهم ولادهم شكلهم إيه، أخبارهم إيه، وحسيت إنه العيلة بعدت قوي بعد ما كنا متلمين كويس. يعني بقينا نعمل اجتماع مرة في الشهر تقريبا، وفعلا كل مرة يا إما في بيت حد، يا إما نتقابل في حتة وكل واحد فينا بياخد طبق. العلاقات رجعت تاني، بقت حاجة كويسة، وعملنا جروب مع بعض على الواتساب، نكتب لبعض اي خبر جديد، اي حاجة كويسة، اي حاجة مزعلانا، فبقى في ترابط. دي وسيلة كويسة انه الترابط الاجتماعي والعائلي يبقى متواجد برضه. اللي واضح انه في عصرنا ده العلاقات الاجتماعية محتاجة اهتمام وتضحية اكتر شوية ومجهود اكبر شوية. اللي بيوري او بيحسس بالشعور بالاهتمام انه الناس مهتمية ببعض ازاي، لانه ده شعور مهم جدا بالنسبة لكل واحد فينا. اكيد الشخص بيتأثر لو حاسس انه اللي حواليه مش مهتمين بيه خالص، ما يهمهمش، ما يفرقش معاهم. لكن كل واحد لما بيحس انه له دور، له اهتمام خاص عند الناس اللي بيحبهم، بتفرق جدا في شخصيته، في بالاطمئنان، بالاداء. معروف انه اي شخص سواء صغير او كبير لما في تركيز عليه اداؤه بيعلى عن ما شخص بيأدي لكن محدش واخد باله ومحدش بيعلق على ادائه. الاهتمام ببعض بيترجم في ايه؟ بيترجم في انه لما نجتمع، لو هناكل مع بعض، مش اول ما اقعد نبص تلاقي كل واحد حط تليفونه على ترابيزه السفره، او قاعدين مع بعض حط تليفونه جنبه او على حجره كل شويه الواحد يبص في تليفونه. لا لا لا، المفروض التليفون ده يختفي تماما وقت المقابله. ناس الوحاد بنستثناهم من الحركه دي هم الدكاتره الاون كول، النبطشيه اللي عليهم الدور ولازم يردوا لو المستشفى كلمته، او لو شخص سايب حد مريض في البيت او هو المسؤول عن حد وبرضه لازم يتصلوا بيه هو وقت الحاجة. دول الناس الوحيدة اللي هنستثناهم. وكمان نخرس التليفون حتى لو شايلينه في الشنطة، مش نقعد كل ثانية نسمع تن تن تن، كل ما يجي لي رسالة، كل ما يجي لي ايميل، كل ما يجي لي معرفش ايه خبر، يبقى تليفوني بيتنتن. تصوروا بقى لو المجموعة 10 15 20 شخص، حتى لو 5 اشخاص وكل واحد تليفونه بيتنتن كل ثانية، مزعج وبيشتت. طبعا غير مقبول انه اكون قاعدة في مجموعة وتليفوني يضرب واروح ارد واقعد ارغي مع حد
تاني مش موجود معانا في المجموعة، فيبقى إيه غرض مجيئي المجموعة دي؟ مش أنا جاي عشان أقعد مع ناس وأتكلم معاهم. لما أرد على حد تاني وابتدي محادثة مع حد تاني، أولا ذنب اللي معايا يقعدوا يسمعوا مكالمتي مع شخص تاني. ثانيا ده بيعبر عن قلة أهمية الناس اللي معايا. لو أنا مش مستعدة أضحي بمكالمة خارجية، يبقى الناس اللي معايا مش كفاية بالنسبة لي، ما يستاهلوش إن أنا أستغنى عن كل حاجة تانية خارجية. دي نقطة بتوري إزاي الناس بتهتم ببعض.